حاجة، كل حاجة في العمل هي اللي بتقويك على أي صعب تقابلها. والحمد لله أنا من أول ما كان ليا الحظ والتشريف بتكليف معالي الوزير المحافظ إن أنا أمسك الوحدة بأنتير، الحمد لله خدمة الأهالي هي اللي عندي أهم شيء. طب مبدأ المشاركة المجتمعية بين المجتمع المدني مثلا في تنظيم نبض الحياة وبين الوحدة المحلية بقنطرة. الحمد لله في تنسيق جدا مع المشاركة المجتمعية ومع الجمعيات الأهلية. أنا عندي الجمعيات الأهلية نشطة فيهم ومتعاونين معايا، بعمل لهم كل فترة اجتماع. طبعا إن شاء الله إن شاء الله كل جديد على مستوى الشرقية إن شاء الله بمشيئة الرحمن. أنا النهاردة كنت في اجتماع تنفيذي، عرفت إن التأمين الصحي الشامل في الشرقية وبيتم الحصر ليه لمحافظة الشرقية جميعا أهالينا من قرى ومدن في التأمين الصحي، فدي بشرة خير إن يبقى في تأمين شامل بالنسبة لمحافظة الشرقية. وبخاصة مؤسسة نبض الحياة متخصصة بنسبة كبيرة جدا في سقي المياه، وبخاصة بقى العدادات ووصلات المياه للمنازل خصوصا الأولى بالعداد. أنا عايز أشوف بقى ده موجود وأثر عدم وجود عداد ميه في قلب البيوت، وحضرتك اصلا يعني ما شاء الله بنشاط حضرتك وحضرتك بتتجولي بين البيوت انا شفت حضرتك بنفسي، يعني ايه اثر عدم وجود عداد ميه جوه البيوت؟ أثر عدم وجود عداد مية يعني حياة، المية هي الحياة بالنسبة للبيت وبالنسبة للأسرة. طبعا أنا لقيت مجهودات الجمعيات ومجهودات محطة المية في التنسيق مع حضراتكم إن أنتوا تعملوا حصر للبيوت اللي هي أكثر احتياجا. طبعا ليا الشرف إن أنا أكون مشرفة معاهم ونكون مع بعض متعاونين في توصيل المية للأهالي، فدي أبسط حاجة من حقهم. يعني حقوقهم كتير عندنا، حقوقهم كتيرة وإن شاء الله في يعني في أمل. طولة ما الحياة موجودة في أمل، في إن إحنا في تطور، في نشاطات جديدة، في تطور جديد نازل، كل حاجة تكون جميلة بالنسبة لأهالينا في الوحدة. طب النهارده حضرتك برضه كنت موجوده وحريصه انك تكوني موجوده وعدادات الميه بتتركب وانا شايف حضرتك عايزه تشوفي فرحه الناس بنفسك. ما أنا شايفة فرحتهم وشايفة سعادتهم، ودي أبسط حاجة نقدمها لهم. طب تقولي ايه بقى حضرتك لمؤسسه نبض الحياه؟ اقول لهم جزاكم الله كل خير، وربنا يا رب يزيد من افعالكم ومن اعمالكم. وطبعا الحياه مبنيه على التعاون، الحياه مبنيه على الاعمال الخير، على التطوع. مش كل حاجه حمل على الدوله. احنا كلنا الدوله، كلنا كيان واحد، كلنا نكون متعاونين مع بعض. أعمال الخير مع المؤسسات الحكومية، مع مؤسسات الدولة، مع الجهاز التنفيذي، كلنا إيد واحدة. مفيش حد هيعرف يشتغل في اتجاه لوحده، كلنا متعاونين مع بعض. كويس جدا، يعني حضرتك ما شاء الله يعني بنشاط حضرتك الجميل ان شاء الله ومع مؤسسه نبض الحياه إن شاء الله باذن الله برضه عايزين نوصل لناس اكثر. طب وحضرتك بسم الله ما شاء الله يعني بنشاط حضرتك الجميل لسه في اسر تاني محتاجه ان احنا نوصل لها عدادات؟ في كتير وفي عدادات مية، وفي أسر فقيرة محتاجة دعم وعندها عزة نفس، ما بتطلعش ولا تشتكي ولا تطلب. عايزين احنا ندخل عليهم الفرحة يعني بستغل وجودكم معايا ان احنا داخلين على شهر فضيل وعلى ايام كريمة. يا ريت نتعاون مع بعض ونخبط على بيبان الناس دي وندخل عليهم الفرحة. طب في اماكن لسه هنا في مركز فاقوس بالاخص او في الوحده المحليه في قنديل في اماكن محتاجه ان مؤسسه نبض الحياه تروح لحد عندها وتوصل لها عدادات ميه؟ اكيد بمجهودات الجمعيات الأهلية والحصر اللي هم أنا علمي بيه وهم ومتابعة معاهم، في محتاجين اسر كتير. كتير ربنا يبارك في حضرتك يا رب. كتير. بس أنا برضو مش عايزة أكون، أنا عارفة إن نبض الحياة على مستوى الجمهورية ايوه. مش على قد محافظة الشرقية. فأنا بقول يا رب يا رب يكتر منكم في كل العالم، يعني يكون ليكوا نشاطات في العالم كله. يا رب اللهم امين. فيا رب يجازيكم خير وان شاء الله نكون متعاونين مع بعض كمان وكمان. طب النهارده ونبض الحياه والنهارده وهي بتوصل للعدادات وعد توفي؟ وفي
وقعدت توقف. وقعدت توفي بفرحة الأهالي وفرحة الناس ويا رب تكمل عليهم الفرحة ويكونوا دايما فرحانين وأيام خير جاية عليهم إن شاء الله. الاستاذه سلوى عثمان رئيس الوحده المحليه في قنطير، انا بشكر حضرتك جدا على اللقاء الجميل ده وعلى وجود حضرتك معانا. شرفت ودايما ايد مع ايد بتساعد. شرفت بحضرتك. شرفت. والشكر موصول لحضراتكم، كل لحظه حضراتكم طيبين وللخير دايما فاعلين في كل مكان في انحاء الجمهوريه. زي ما الاستاذه سلوى قالت ان شاء الله لسه في اسر كتير في محافظه الشرقيه محتاجين يا جماعه ان احنا نمد ايد العون والمساعده ونخبط على بيوت بعض، زي ما الاستاذه سلوى كانت بتقول دلوقتي، نخبط على بيوت بعض ونطبطب على بعض. بالله عليكم يا جماعه ايد لوحدها ما بتسقفش. ان شاء الله.